اكتر قاعدة بننساها في البيزنس ببساطة جدا ان انت كل ما قل العرض كل ما زاد الطلب، او كل ما زاد العرض كل ما قل الطلب. فالاساس في البيزنس ان انت يكون العملاء هم اللي عايزين الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمه، مش ان انت دايما قاعد بتدور على العملاء وتشيزنج العملاء طول الوقت علشان توصل لان العميل يشتري منك او ان هو يتابعك او ان هو يتابع المنتجات والخدمات اللي انت بتقدمها. وعشان كده عمر ما البيزنس هيحقق ارباح غير لو هو عنده ويتنج ليست، عنده قائمة انتظار، عنده صف وزحمة وطابور واقفين مستنيين الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمه. البيزنس عشان ينجح ويكون ليه بروفيت قوي ومستمر محتاج يكون عندك دايما قائمة انتظار، قائمة انتظار للمنتجات والخدمات اللي انت بتقدمها، مش ان انت عندك فائض من الخدمات والمنتجات اللي انت بتقدمها ومش عارف تقدمها لمين. وكمان الويتنج ليست مش هتخلي بس العملاء هي اللي قاعده مستنيه الخدمه والمنتج اللي انت بتقدمه، لا ده هتسهل لك كمان جدا في التيم والموظفين اللي بيشتغلوا معاك، ومش هتبقى خايف طول الوقت ان التيم يسيبك او ان في حد يسيبك منه، لان ببساطه جدا التيم بيحب يرتبط بالبراند اللي عنده اقبال وعنده زحمه. وده دايما بنشوفه في المطاعم، لما تيجي تدخل مطعم وتلاقيه فاضي خالص وتفتكر عشان انت الوحيد اللي قاعد فانت هتاخد خدمة متميزة وهتاخد اكل حلو جدا، لكن ببساطة بتلاقي العكس، بتلاقي ان الاكل مش حلو وان الخدمة سيئة. عشان كده بتقول لنفسك ده فعلا المطعم ده يستحق ان هو محدش يدخل. البيزنس طول ما هو في ويتنج ليست، طول ما في زحمة، هتلاقي السيرفيس مستواها عالي، هتلاقي البرودكتس مستواها عالي، هتلاقي فيه ارباح، هتلاقي فيه تيم مهتم جدا ان هو يرتبط بالبراند ويحافظ على البراند، لان هو شايف ومشارك في النجاح ده. وعشان تقدر توصل لده محتاج تشوف نفسك بشكل مختلف وتشوف البيزنس بشكل مختلف، وتشوف ان الظروف الاقتصادية اللي بتحصل مش مبرر ان ما يبقاش عندك ويتنج ليست، وتشوف ان المجال اللي انت بتقدمه ومتطلبات المكان اللي انت بتشتغل عليه مش مرتبطة بان انت عندك ويتنج ليست او ما عندكش، وتركز على اهدافك وخدماتك اللي انت بتقدمها، وتشوف العملاء محتاجين ايه بالظبط عشان تقدر تقدم لهم خدمة مميزة يستحقوها. وبالتالي هتلاقي دايما في وورد اوف ماوث بتحصل، فبيجيب عميل ورا عميل، وبالتالي هتلاقي دايما عندك قائمة الانتظار. الأهم إن تسعيرك مش مرتبط بس بالسوق، لا ده مرتبط بالعرض والطلب، مرتبط قد إيه الخدمة أو المنتج اللي أنت بتقدمه عليه طلب. وده يورينا إن من أشهر الأخطاء اللي إحنا كنا دايما بنحاول نعملها إن إحنا دايما نخلي الاستاف أكتر من الأوردرز اللي مطلوبة مننا، وده غلطة دايما محتاج ان انت تشوفها، لان دي بتحملك فوق طاقة البيزنس. لو قدرت تحقق الاربع نقاط دول ببساطة هتقدر ان انت تخلي عندك ويتنج ليست، ولو قدرت تخلي عندك ويتنج ليست هتقدر ان انت تخلي عندك بروفيت دايم ومستمر. البيزنس عشان يكمل ويكبر محتاج يكون في زحمة، في ويتنج ليست، في طابور مستني كل خدمة ومنتج انت بتقدمه.